السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بإخواتي وحبايبي. هنعمل مع بعض شوية صوصات تحفة بجد، هتنفع معانا إن شاء الله لوصفات العيد. كل سنة وانتم طيبين. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول. هنبتدي الأول هنعمل مع بعضينا الطحينة الخام. سهلة جدا وهتعمليها أحسن بجد بجد حرفيا من اللي بره. معانا كوباية سوداني وكوباية سمسم محمص وكوباية دقيق ونص كوباية زيت. هنجيب السمسم مع السوداني هنشوحهم على النار، يسخنوا بس تشويحة بسيطة انهم بس يسخنوا علشان خاطر الرطوبة، وكمان بيساعدنا في الطحن اللي هنطحنه في المطحنة دلوقتي. طبعا هنشوح السوداني مع السمسم، وبعد كده هنشوح بردك الدقيق نفس الكلام هنشوحه بردك حاجة بسيطة، بردك ايه نطلع الرطوبة. يعني الكلام ده دقيقة، يعني مش هياخد اكتر من دقيقة بس. وهناخد ان شاء الله يعني هناخد السوداني والسمسم هنطحنه في المطحنة، شوية المطحنة بتاعت التوابل اللي بنطحن فيها التوابل. هناخد طبعا تغسلها الاول من مكان التوابل، وهتجيبي حبة صغيرين بحبة صغيرين هنطحنهم كويس جدا لحد ما نطلع الزيت بتاع السمسم والسوداني يبقى معجون. لازم يبقى معجون معاكي ومعجون ناعم عشان يساعدك في الخلاط وانت بتعملي بقية المكونات. فدي خطوة أساسية ان لازم يبقى معاكي معجون، وهتشوفي الوقت معايا. طبعا هنريح الخلاط كل شوية. الكلام ده مش هياخد معاكي كتير، بس انا بشرح بس بالظبط عشان ايه لما تيجي تعملي الحاجة هنريح الخلاط اللي هو الكبة يعني. بس هنعملها مثلا الكمية دي هنعملها على 3 مرات. ادي اول مرة، هي اكنها طحينة بس على تقيل، لازم تكون ناعمة كده معانا علشان لما نيجي نعملها في شفشق الخلاط ما تغلبكوش، وكمان تبقى ناعمة غير كده تبقى ناعمة. نص كوباية الزيت انا هحط اول حاجة ربعها في الشفشق. الخطوة دي ضرورية جدا، هنحط ربعها الاول وهنضرب شوية حلوين فيها لحد الزيت ده ما يبقى لونه يعني يفتح لونه ابيض. وطبعا في سلطة اللي هي الطحينة الخام، لازم هنا جودة الزيت تبقى حلوة، يعني عايزين زيت ملوش طعم ولا ريحة. زيت نقي، زيت نضيف يعني، عشان بيفرق معانا في الطحينة برضك في الآخر. طبعا هنحط بعد ما ضربنا الزيت كويس جدا هنحط الطحينة الخام، وهنحط الدقيق، وهنحط ربع معلقة ملح. ضروري ربع معلقة الملح دي هتظبط الطعم جدا معاكي. جربي بس بالطريقة دي بالظبط، وإن شاء الله إن شاء الله هتنبهري بالنتيجة بتاعتك إن شاء الله بإذن الله. طبعا ربع كوباية الزيت التانية هنضيفها بالتدريج مع الضرب، يعني هنحط حبة ونضرب، هنحط حبة. المكونات دي مش هتحتاجي ولا زيت عليها ولا تحتاجي أي حاجة، هتطلع معاكي طحينة حرفيا أحسن من بره. أنا فعلا أنا كنت عندي طحينة جايباها من بره في البيت، لما أنا بعملها أصلا في البيت، بس فعلا قارنوا قالوا لا لا فعلا حرفيا جميلة، طعمها أحلى من بره بجد. يعني قالوا يعني بنتي وجوزي يعني قالوا لي لا بجد دي أحلى بكتير. جربوها وان شاء الله ما تخافيش، مش هتفصل معاكي الزيت من فوق، مش هتفصل الكلام ده. ولو فصلت، لو ما بتفصل حاجه بسيطه جدا من الركنه بتاعتها، بس حاجه بسيطه مش زي بتاعت بره بتفصل جامد زيت. طبعا هدخل على الوصفه التانية، سلطه التوميه. هنجيب معانا نص كوبايه ميه على معلقتين نشا وعلى النار، وهنقلبهم باستمرار على طول، ايدك ما تسيبش التقليب. طبعا معانا في الاول واحنا بنقلب هتتقل، مش اول ما تتقل ان كده خلاص خلصت، لا، لازم توصل معاكي لمرحله انها تبقى زي الشفافه زي الفازلين. يبقى لها مرحلتين على فكره في التقل في النشا. اول مرحله اول ما تتقل معاكي لا لا كملي، وطي النار وكملي لحد ما تبقى معاكي زي الماده الشفافه، عامله زي الفازلين اللي بنحطه في ايدينا. هوريكم الوقت عامل ازاي. بص، عامله زي الفازلين. طبعا بعد ما تخلص هنسيبها تبرد شويه على جنب، وهنجيب معانا علبة زبادي ونص كوباية لبن، هنحطهم في الكب الأول. حطينا الزبادي ونص كوباية اللبن، ومعانا معلقتين كبار مايونيز. تمام. وهنحط المية بالنشا اللي عملناها في الأول، اللي هي المهلبية اللي عملناها في الأول. وهنحط نص كوباية زيت، أقل من نص كوباية زيت كمان. وهنحط معلقة صغيرة توم.
هو الزيت هنا حوالي 3 معالق بالضبط، 3 معالق كبار، وهنحط معلقة كبيرة خل، وهنحط نُص معلقة ملح، وهنضرب المكونات دي كلها كويس جدًا، جدًا معانا. والزيت هنا برضك هنضيفه بالتدريج، هنحط نُص الكمية الأول، وهنضرب شوية ونحط شوية، وهو عبارة عن 3 معالق زي ما قُلنا إيه زيت. الخليط ده مضبوط جدًا، امشي معايا بالضبط في المقادير في كل حاجة هتبقى مضبوطة معاكِ بالملي. لو نفترض التومية لقيتيها تقيلة شوية، ضيفي معلقة زبادي أو معلقة مايونيز أو معلقة لبن، أي حاجة من ال3 أو معلقة مَيّة، يعني أي حاجة عندِك ضيفيها. لو لقيتيه تقيل معاكِ، بس لو مشيتِ بنفس الوصف ده إن شاء الله هتبقى مضبوطة معاكِ جدًا. كل حاجة بنعملها طبعًا بندخّلها التلاجة. بُصّي القوام بسم الله ما شاء الله، أحلى تومية. وإن شاء الله هنعمل معاكم وصفات الصوصات التانية بطرق سهلة جدًا وإن شاء الله هتعجبكم. هنعمل إن شاء الله حاجات حلوة أوي. طبعًا الطحينة الخام دي هتنفع معانا في أكلات العيد، في المشويات بقى والكفتة والحاجات دي، هتعملي سلطة طحينة بقى أو بابا غنوج، هتنفع معاكم جدًا. هنعمل معانا تالت حاجة، الكاتشب. معانا نُص كيلو قوطة غسلناها وقطعناها وهنحط عليها ربع كوباية مَيّة، هنحطها على النار لمدة دقيقتين. عشان القشرة بس تفصل معانا وتبقى سهلة معانا لمّا نيجي نصفّيها. هنضربها في الخلاط كويس، وهنصفّيها بالمصفى. بعد ما صفيناها هنضيف نُص كوباية سكر، ونُص كوباية خل، ونُص معلقة بصل بودرة، ونُص معلقة توم بودرة، ونُص معلقة فلفل أسود، ومعلقة صغيرة بابريكا، وهنحط معلقة صلصة. والحاجات دي كلها هنحطها على النار بالتقليب. هتقعد معانا في حدود 7 دقايق ل10 دقايق على نار متوسطة. طالما هنطوّل معانا على 7 دقايق و10 دقايق يبقى كده مش محتاجة نحط نشا. ممكن تحطي معلقة نشا بمعلقة مَيّة، معلقة نشا صغيرة بمعلقة مَيّة. أنا ما احتاجتش معايا، لإن أنا سِبتها على النار، البخار يعني إيه، صفّاها للسُمك اللي أنا عايزاه. ضروري جدًا، جدًا، جدًا في الكاتشب إن إحنا صفّيناها أول مرّة لمّا ضربنا القوطة، لازم بعد ما تسوّيها تصفّيها تاني. بعد التوابل وبعد ما تستوي معانا، صفّيها تاني، هتطلع معاكِ بالشكل ده، أكنِّك حرفيًا جايباها من برّه. حرفيًا طعمها أكنِّك جايباها من برّه. الطحينة رهيبة، التومية تحفة، الكاتشب روعة. مش عشان أنا اللي عاملة الحاجة لأ، جرّبي وأنتِ كمان اللي هتقولي بنفسِك. طبعًا ما تروحيش في حتّة، هنكمّل بقية الوصفة. الطحينة الخام هنعمل لِك بيها سلطة طحينة، 3 معالق طحينة. طبعًا أنتِ عايزة تعملي أكتر من كده، بس أنا باورّيكم بس الإيه، إن هتعمل طحينة معانا سلطة طحينة جميلة. عايزة تكتّري أكتر من كده لو هتعملي سلطة طحينة طبعًا اعملي، بس أنا بس بإيه، باورّيكم عينة بسيطة إنها جميلة أوي، أوي. خدنا 3 معالق، حطينا مَيّة سخنة، نُص كوباية مَيّة سخنة، وحطيت معلقتين خل، وهنقلّب كويس. هنضيف المَيّة تاني لإن السُمك معايا هنا إيه، تقيل. طبعًا أنتِ ضبّطيها يعني، هتحطّي ملح طبعًا رُبع معلقة ملح كده أو رشة بسيطة ملح على حسب كمية الطحينة اللي أنتِ حاطاها. هتحطّي رشة فلفل أسود، كمون، كزبرة ناشفة. عايزة تحطّي شطة حمرا حطّي. طبعًا هتقلّبي الكلام ده كلّه وهنحط معلقة صغيرة توم. طبعًا التومة حطيناها في الأول خالص مع المَيّة والخل. بس، وأحلى سلطة طحينة يا ست الكل. يالّا قومي بقى كده إيه، اعملي وصفة من الوصفات اللي أنا عاملاها، وصفة واحدة بس، ما تعمليهمش كلّهم مرّة واحدة، عشان إيه، ما تتعبيش أو تزهقي. كل يوم حتى اعملي وصفة واحدة بس من الوصفات دي، هتنفع معاكِ. شيليها في التلاجة هتنفعِك. طحينة تحطيها على العسل، تعملي بيها وصفات. سلطة التومية دي نعمل بيها وصفة بكرة إن شاء الله هتعجبكم جدًا بإذن الله. بس. وإن شاء الله يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا يا رب، اللهم آمين تكونوا استفدتوا. واسيبكم في حفظ الله. مع ألف سلامة، مع السلامة.